السلام عليكم. بالنسبة للشقة ديت، هي غرفة وصالة في الدور أرضي مرتفع. سعرها كام؟ 52,000 دولار. مكانها فين؟ في الفاتح، قريبة من جامع السلطان محمد الفاتح، 10 دقايق مشيا. وقريبة لمحطة المترو كمان 10 دقايق مشيا لمحطة مترو أمنيات الفاتح. حضرتك لما هتيجي إن شاء الله وعجبتك، هنتكلم برضو مع الملك مباشرة، بحيث لو اتفقتوا هنكون معاكم في كل الإجراءات. السلام عليكم. بالنسبة للشقة ديت يا جماعة، هي غرفة وصالة وحمام ومطبخ في الفاتح، 10 دقايق لجامع السلطان محمد الفاتح، ده مشي طبعا، و10 دقايق مشي لمحطة مترو أمنيات الفاتح. بالنسبة للشقة ديت، المالك عايز فيها 52,000 دولار. وفي نقطة مهمة جدا عايز أنوه عنها وبقولها دايما، إن شاء الله أي شقة إحنا بنعلن عنها، لما تيجي وعجبتك الشقة بتتكلم مع الملك مباشرة وتفاصل معاه، وإحنا دورنا لما تتفقوا إن شاء الله هنقوم بكل الإجراءات لغاية ما تاخدوا الطابع. النقطة التانية والمهمة جدا جدا، ازاي بتشتري الشقة؟ بجواز السفر بس. تقدر بتشتري الشقة بنترج من جواز السفر وبنمشي مع بعض في كل الإجراءات، بسيطة وسهلة جدا. رجاء وليس أمرا، في ناس كتير كانوا بيقولوا لي: علي، احنا عايزينك تنزل شقق من 50 ل60 ألف دولار. فأنا نزلت الشقق اللي في المركز زي ديت، اللي في حدود الأسعار دي. الملك كان الأول طالب فيها 55,000 دولار، بس علشان السوق نايم وكده فنزلها 52,000 دولار. فرجاء وليس أمرا، لو عندكم أصدقاء مثلا مهتمين بشقق زي كده، إن كده ممكن تعملوا لهم شير، يعني مشاركة الفيديو ده على الجروبات عندهم على الواتساب. وحاجة مهمة كمان، لمزيد من الفيديوهات اشترك في القناة وفعل زر الجرس. تحياتي، علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.